هنعمل بقى كيكة عظمة. يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه طعمها بصراحه. يعني لا طايله بسبوسه، ولا هي طايله كيكه عاديه، ولا هي طايله هريسه. يعني بسم الله ما شاء الله، ما بين كل دول هتلاقي كيكه الرواني كده ما شاء الله، يعني منوره كده وطعمها حلو. يلا بقى نشوفها كده مع بعض. عندي هنا آه 4 بيضات، كوبايه سكر، يعني كوبايه الا شويه علشان لسه هنحط كمان شربات عليها. كوباية السكر عليها 4 بيضات بالشكل ده. لو البيض كبير بنحط 3 يعني بيكفي يعني، لكن البيض وسط أو صغير يبقى 4 كويس أوي. عندي هنا 2 فانيليا، أو لو في فانيليا سايلة بنحط فانيليا معلقة كبيرة، ونقلب بقى كده بالمضرب. ممكن كل ده يتضرب في الخلاط برضو مفيش مشكلة خالص. أنا بحب أحط برش ليمون مع الكيكة، وكمان العصير بتاع الليمون بيدي فتحان كده للكيك، بيخليها فتحة كده وجميلة. هنقلب كده كويس لحد ما القوام بتاعنا يبيض بالشكل ده والسكر يدوب تماما. نزلنا بقى بكوبايتين زبادي. الكوبايتين دول مقدار، يعني هما كوبايتين صغيرين بمقدار كوباية من الكوبايات اللي هي المج اللي هو العادي. هنقلب بقى بالشكل ده. اهم حاجة التقليب كويس جدا. ننزل بقى كده هنا كوباية زيت طبعا يكون زيت نضيف. حطيت معاه معلقتين سمنة بلدي تديلها طعم حلو كده. وممكن نستغنى عن خطوة، يعني الخطوة ديت نحط بس الزيت وبلاش سمنة خالص. هنقلب بقى كويس بالشكل ده. هننزل هنا بكوباية الدقيق، عليها كيس كيك شيف او بيكنج باودر عادي. لو مش متوفر كيك شيف، بس هو بيبقى فيه محسن بيبقى حلو جدا، بيخلي الكيك هش وجميل. هندخله بقى بالشكل ده، طبعا مع ذرة ملح. نقلب كويس. الخطوة الجاية تمام، قلبناها كويس بالمضرب لحد ما يختفي الدقيق. ننزل بقى بنص كوباية جوز الهند، عليها كوباية سميد او دقيق بسبوسة او دقيق سيمولينا. المهم ان هو الدقيق بتاع البسبوسة العادي خالص بتاعنا. ممكن نجيب كيس بسبوسة وناخد منه بس ما يكونش فيه سكر. تمام. عندنا هنا عصرت عصرة الليمون اللي قلت لكم عليها، هتخلي الكيك معايا فاتح كده وحلو. هنقلب بقى كويس كده من تحت لفوق وفي اتجاه واحد. نزلنا بقى بالكيك بتاعنا بالخليط في الصينية المتبطنة مدهونة زيت ومتبطنة بالدقيق بالشكل ده. ونروح بقى على فرن درجة حرارة 180. هتقعد معايا من تلت ساعة لنص ساعة وتطلع بالشكل ده. عسل بقى كده عندي الشربات، شربات خفيف مش تقيل. وهننزل كده بكوباية شربات ورشة جوز الهند من فوق، ونبتدي بقى نقطعها بالشكل ده. روعة يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. انا ما بحبش اكتر الشربات علشان ما تبقاش يعني لذعة شوية وتبقاش مسكرة زيادة عن اللزوم. بس ما شاء الله الكوباية دي بتكفي مع جوز الهند مع كوباية السكر اللي احنا حطيناها في الكيك. وبسم الله ما شاء الله يا جماعة تحفة. شايفين؟ اذا حابينها اعلى من كده بنقلل الصينية شوية، وبالهنا والشفا.